تخيلي كده وانت راجعه من الشغل او لسه صاحيه من النوم في رمضان، تطلعي كيس من الفريزر على الحل على طول، ولا وقت ضايع ولا مجهود زياده. في الفيديو ده النهارده مش بس هنفرز خضار، احنا هنتعلم ازاي نحافظ على لونه وطعمه كأنه لسه طازه. استغلي موسم الخضار انه رخيص في السوق قبل غلاء الاسعار، وهوريكي خطوات ذكيه لكل ست شاطره في البيت. تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفي اسرار هتفيدك جدا في الفيديو. جبنا دلوقتي البسله من السوق، ماليه السوق حاجه في منتهى الجمال. حاولي تنقيها الخضره كده مش الناشفه او البايته، جيبيها كده في منتهى الجمال وغسلناها ونضفناها وشلنا منها اي شوائب، اي واحده بايظه، اي ورقه. وتبداي تغسليها كده وتخليها زي الفل خضره قدامك كده، تشيلي الحاجه تطلع معاكي في منتهى الجمال. وجبنا دلوقتي على 3 كيلو بسله، جبنا معاهم كيلو جزر. حاولي تنقي الجزريه كده متوسطه، بتطلع معاكي مسكره. الجزر ده مفيد جدا لاولادكم، قطعوا لهم كده حاجه في منتهى الجمال في طبق وهم بيذاكروا. هتلاقي الجزر ده مليان كميه فيتامينات مهمه جدا للجسم، انت كمان كلي منه للبشره جميل. نبدا نقشره كده ونخليها زي الفل. شايفين؟ وحاولي تنقيها من هنا كده تكون ايه، ما تكونش مبوزه، تكون إيه مش مطوله، لا بتكون ايه ماسكه نفسها شويه. يلا بينا دلوقتي هنمسك الجزر نعمله شرايح جميله كده متوسطه. ان الجزره تعمليها على 3 كده، ونبدا نشققه كده اهوت بالطول بالراحه كده وانت قاعده بالسكينه. في الجو دوت في الشتاء حاجه في منتهى الجمال، واملي بيتك خير. حاجه في منتهى الجمال. هنقطعه كده مكعبات صغيره على قد البسله. ولو عاوزه تخزني شويه تعملي بيهم اي وصفه تانية، تعملي بيهم زي ما اتفقنا العدس، تعملي بيهم شوربه خضار، تبشري شويه تحطيهم على العصاج. حاجه في منتهى الجمال. الموسم اليومين دول الخضار مسكر، حاجه في منتهى الروعه. شايفين شكله حتى يتاكل ني يا جماعه. يلا خزيني شويه لرمضان واملي بيتك خير. والخضار دلوقتي فيه بسله وفيه فاصوليا وفيه كل حاجه حلوه، والسبانخ. حاجه في منتهى الجمال. خزني واملي تلاجتك، حاجه في منتهى الروعه. شايفين لونه حتى يتاكل ازاي؟ عملنا كميه حلوه. حاولي تجيبي كميه اكبر لو انت عاوزه، حسب مكان تلاجتك تعملي الكميه اللي انت عايزاها. ما بياخدش منك وقت خالص. شايفين شرايح ازاي؟ حاجة في منتهى الروعة. فيتامينات ومعادن وحاجات مليانة مفيدة ليكي ولشعرك ولكل حاجة. معنا دلوقتي حلة تمليها كده حوالي نص ساعة أو أكتر شوية مية. هننزل عليها دلوقتي بمعلقة صغيرة سكر، وهننزل عليها رشة صغيرة خالص كربونات. شايفين الرشة دي كربونات؟ دلوقتي بقى هننزل بالبسلة اللي احنا غسلناها. شايفين؟ لما ننزل بيها نضفيها، لو فيها أي واحدة بايظة، لو فيها أي واحدة مش صالحة شيليها. تقلبي كده ثواني. شايفه لونها بيخضر ازاي؟ رشه الكربونات اللي حطيناها شايفين هي خضره، وهيخليها خضار اكتر بكتير. شايفين يا جماعه لونها عامل ازاي؟ رشه الكربونات اللي حطيناها هي رشه بسيطه خالص. وبعد كده هنغسله تاني تحت الحنفيه. هنغسل البسله تحت الحنفيه، هنسيبها تحت ميه جاريه، كل ده هيتشال منها. شايفين اللون؟ البسله بعد ما سيبناها تحت ميه جاريه تحت الحنفيه بردت خالص، ولونها زاد جمال ازاي، وماسكه نفسها ولا مهريه ولا حاجه خالص، تتاكل نيه. حاجه في منتهى الجمال. يلا هنسيبها على جنب كده ونبتدي نعمل الجزر مع بعض. بعد ما جهزنا البسله على التغليف، معانا دلوقتي نص حله ميه غير الميه اللي حطينا بيها البسله. يلا بينا دلوقتي هننزل برده بنص معلقه صغيره سكر، وهننزل برشه صغيره خالص. شايفين قد ايه كربونات؟ ومعانا دلوقتي الجزر اهو. يلا بينا هننزل بيه. طبعا الميه مغليه، انزلي كده بالراحه واحده واحده. بعد ما نزلنا الجزر تقليبه كده 3 دقايق برده لحد ما لونه برده يبقى زين كده وفي منتهى الجمال. الجزر دوت بقى شايفين عامل ازاي في منتهى الجمال. طبعا دلوقتي هنحط جزء منه على البسله، والجزء التاني هنشيله في كيس لوحده. تاخدي منه بقى تعملي شوربه عدس، تحطي مثلا على الفراخ وانت بتسلقيها. مفيش جزر في السوق يبقى عندك، مش كسله تنزلي، يبقى عندك الجزر في التلاجة، هتاخدي منه لاي حاجه انت عاوزاها. شايفين اهو لونه برده بقى عامل ازاي اهو. والماده الحافظه حاطينها السكر. دلوقتي هو بيشرب من طعم السكر. برده هحطه تحت الميه ثواني كده لحد ما يبرد خالص، وبعد كده ايه هوريه لكم.
وده الجزر بعد ما عملناه برضو نزلناه تحت الحنفيه ميه جاريه، شايفين برضو لونه ونفس القرمشه بتاعته. معلقه السكر هتخلي لك الخضار متماسك وزي الفل، شايفين نفس القرمشه. يلا هنركنه ونشوف هنعمل خضار ايه تاني. معانا دلوقتي حله فيها ميه مغليه وحطينا معلقه السكر ورشه الكربونات. معانا دلوقتي سبانخ، تجيبي بقى الكميه اللي انت عايزاها، غسلناها ونضفناها وقطعناها كده، نشيل العروق بتاعتها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميله ومغذيه وحاجه في منتهى الجمال. هننزل بالكميه كلها في مصفى، ما تحطهاش في الميه يا جماعه. هننزل بيها غطيها كده وهنسيبها بالظبط 5 دقايق وارجع لكم تاني. يلا بينا دلوقتي مع بعض نشوف السبانخ الخطيره بعد ما حطيناها على حمام الفرن. شايفين الحجم الكبير سبب بقى محبه قد ايه؟ طبعا السبانخ ما بتتحطش تحت الميه جاريه، زي ما هي كده هنحطها تستهدى شويه وتبرد ونعبيها على طول. تعملي منها مخبوزات، تعملي منها سمبوسه بتحشريها بالسبانخ، تعملي بيها اي حاجه انت عايزاها، تعمليها طبيخ لاولادك، حاجه في منتهى الجمال. يلا دلوقتي هنرفعها وارجع لكم تاني. يلا بينا مع بعض نخزن القلقاس. انت بتشتريها بتكون مدوره كده ولونها بينك، وما تجيبهاش كبيره قوي، تجيبيها متوسطه. يلا بينا اوريكم طريقه سهله جدا في تنظيف القلقاس. هتمسكي سكينه كده وهتلفي الحته دي اهي، بصوا اهي. طبعا دي بتبقى ايه ورق كده، ما ايه ما منهاش فايده اهي. بصي هتمسكي القلقاسه طبعا غسلاها وخليها زي الفل. هتمسكي القلقاسه كده اهو، سهل جدا اهو. تمسكي التانيه كده، طريقه في منتهى الجمال، مش هتاخد منك وقت خالص اهي. حاولي تخليه كله مقاس واحد، شايفين؟ طبعا جنب فوطه لازم مهمه جدا. هتمسكيها بقى كده، شايفين؟ هتجيبي دي وهتلفي ايدك عليها اهي، مش هتاخد منك القلقاسيه ثواني. تلفي السكينه بدل ما تقعدي بقى وهي كبيره كده قدامك وتبقي محتاسه فيها ومش عارفه تعملي ايه وحجمها والتقشير وايدك توجعك اهي. بتمسكيها اوعي تغسليها، القلقاس ما بيتغسلش، شايفين؟ اهي. نعمل القطعه اللي بعدها، هتيجي كده وتلفي بالسكينه اهي. طريقه سهله جدا، ما تصعبيش على نفسك. القلقاس من الخضروات الخطيره اللي الكل بيحبها، جميله جدا في الشتاء كده. كل الخضار بصراحه يا جماعه طعمه حلو، واطفالنا محتاجين كل الخضار ان هم يتغذوا عليه. تمسكيها بفوطه وتمسحيها كويس جدا اهي، ولو في حته كده غامقه لازم تشيليها. هتمسكيها بسكينه وايدك، بصي كده كده اهي، شايفين؟ وهتدوريها اليمه التانيه اهي. حاولي ما تخليهاش صغيره عشان ما تتهريش منك وانت بتسويها. شايفين؟ في ثواني. نعمل واحده كده كمان، اضغطي كده بالسكينه، شايفه اهي اهي، شايفه؟ شايفين؟ في ثواني وتحطي جنبك. ادي الكميه كلها اللي انا هخزنها معايا كده. ليمونتين هتقطعيهم اهو، وبايديكي كده تبداي توزعي. عصره الليمون دي مش هتخليها تغمقي منك وهي في الفريزر خالص. اهو الليمونتين كده تعصريهم، شيلي البذر طبعا منهم، ممكن تخلي القشر معاهم مفيش مشكله وتبقي تشيليه ساعه السوا. يلا بينا دلوقتي قلبي كده كويس. هنسيبه بقى كده على جنب لحد ما الليمون ينشف عليه. يلا هرجع لكم تاني. وطبعا طالما عملنا قلقاس لازم نعمل سلق القلقاس. معانا دلوقتي السلق غاسلينه وحاطين عليه ربطتين كده كزبره خضراء جميله. طبعا السلق لما تيجي تقشريه، اما تيجي بصي هتمسكيها كده، هتضغطي عليها من هنا وهتسحبي، شايفين اهي تطلع معاكي اهو. شايفين مفيش فيها عروق ازاي؟ الورقه بس. واحده كمان، انا عملت كله بس سبتكم دول عشان اوريهم لكم. شايفين اهي. يلا بينا دلوقتي ننزل بالسلق ده عشان نحمره مع بعض. معانا طاسه نزلنا فيها معلقتين سمنه كده حلوين. يلا بينا هننزل بالسلق على الخضر كده، انزلي بيه
طبعا لكل كيلو قلقاس بنزل بربطتين سلق وربطتين كزبره، احنا بنحب فيها كزبره كتير تبقى طعمها حلو. انزلي كده هو بيهم، شايفين الكميه دي كلها؟ عشان دلوقتي اوريها لكم وهي حجمها حبه صغيره جدا. فاصوليا، بسله، ملوخيه، كل الحاجات دي الاطفال جسمها محتاجها ومفيده جدا ويغنيك عن اي ادويه، يعني اهم حاجه الخضار. اقعدي كده سهره يوم كده واحد هتعملي كل الخضار اللي انت عايزاه، يكون عندك اكل كده، تروحي جايبه شويه خضار من السوق وهياخدوا منك ايه؟ مفيش ساعتين تنظيف، مفيش ساعه هتعمليهم على البوتاجاز وتريحي نفسك طول الشهر. وطول السنه لو حبيتي تخزني كميه كبيره خزنيها. كل ده يوفر من وقتك ويوفر من مجهودك، يعني تعب يوم وهترتاحي بعد كده، هتطلعي كيس الخضار وكيس السلق وهتعملي احلى ايه؟ احلى خضار لاولادك. عشان جاي رمضان توفري وقتك للعباده. مش هياخد منك وقت خالص. شايفين كل مقلب بيهبط ازاي؟ معانا دلوقتي انا مفرزه الثوم، لو عاوزين اوريكم ازاي بنفرزه اكتبوا لي في التعليقات وانا هعمله. هننزل كده بالثوم، تبداي تقلبي هتفك معاكي في الايه؟ في السلق وانت بتعمليه. طبعا دلوقتي بيعملوا السلق يضربوه في الخلاط ويصفوه وكده، لا بصراحه انا بحب الطعم اللي هو بيبقى التحمير فيه كده والخشخشه كده، حاجه في منتهى الجمال. وفعلا طعمه بيبقى لونه اخضر لما تضربيه في الخلاط وتعمليه، بس الطعم ما بيبقاش حلو، بتحسي انك بتاكلي ايه؟ خضار وخلاص. لا لما تاكليه كده وانت محمراه هتلاقي الطعم مختلف جدا وفي منتهى الجمال. كلنا زمان اجدادنا وامهاتنا كانوا بيعملوه بنفس الطريقه، هي البصل الثوم، بس طبعا كان زمان ما بيفرزوش الثوم زي ما احنا بنعمل دلوقتي. احنا دلوقتي بنفرز كل حاجه. زمان انتوا بس تلاقي جابوا راس الثوم كده كبشه كبيره وحطوها، لكن دلوقتي احنا بنسهل على نفسنا كل حاجه. نفرز الثوم ونفرز البصل ونفرز كل حاجه. شايفين السلق بقى كميه قد ايه؟ سامعين صوت الخروشه دي؟ اهو ده بقى السلق اللي على اصوله اللي اتعلمناه من اجدادنا. شايفين؟ سامعين الصوت؟ يلا بينا هننزل بكوبايه ميه دلوقتي مع بعض بقى، هطحنه وارجع لكم تاني. ده كيس السلق، شايفين لونه اخضر وجميل ازاي؟ عبيه كده في اكياس صغيره، شايفين؟ وتعالي بقى فوق القلقاس، ادي كيس القلقاس، شايفين؟ هتروحي جايبه السلق تدخليه في القلقاس، عشان بقى ايه؟ في الثلاجه هتوه منك تدوري عليه، لا يبقى كيس القلقاس موجود في كيس السلق. خطوه مهمه جدا، لازم تطلعي الهواء كويس جدا من كيس الخضار. اهو بصي تاكي كده اهو وايدك مهويه هنا بتطلعي الهواء كله، شايفين؟ شايفين كيس القلقاس بالسلق بعد ما عبيناه طلعنا الهواء كله منه. ايه رايكم؟ وادي اخر كيس في البسله برضو زي ما اتفقنا يا جماعه. بصي تاكي كده اهو طلعي الهواء خالص، تسحبي منه الهواء، ما تخليش ولا نقطه هواء. لازم تربطي الكيس كده في الاخر خالص عشان تقدري توزعي الخضار. شوفوا عشان ما فيش هواء الخضار ما بيمشيش. بصي بيمشي بصعوبه ازاي. دي كميه الخضار بعد ما خلصناها. يلا خزني كده واملي تلاجتك، حاجه في منتهى الجمال وسهله مش هتاخد منك وقت. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس وتكتبي لنا تعليق حلو كده زيكم. مع السلامه.